باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل مع بعض سلسلة كيف أكون مكروها أو غير مقبول، أو إزاي الناس ما تحبنيش. طبعا السلسلة دي عشان نتدارك الأخطاء اللي احنا بنتكلم عليها، لأن محدش فينا يحب إن يكون مكروه. النهاردة هنتكلم على حاجة اسمها انتقد وما تشجعش. على قد ما تقدر شوف النقطة السوداء، شوف الحاجة الناقصة. لو زوجتك مثلا عاملة 7 حاجات في البيت، طبخت ونظفت وحملت الأولاد وذاكرت لهم ونيمتهم، بس ما لحقتش مثلا يعني تاخد بالها من شكلها، تخش حضرتك ناسي كل اللي عملته وكل اللي تقوله ليها يا خبر ابيض مال شكلك عامل كده ملخبط، يا شيخة بصي في المراية، سرحي شعرك، نفسي مرة كده تقابليني بالبشاشة والترحاب زي ما بتقول الوصية. يا أخي يا ظالم، ده ظهرها وجعها ودماغها مصدعة من اللي انت عملته، أو يعني ده انت بتكمل عليها كده. طب تتوقع منها ايه بقى؟ يعني تكون مبسوطة وحباك؟ أكيد لأ. ونفس الكلام أوقات بنعمله مع أولادنا، مع أي تقصير يا إما نقارنهم بأولاد تانيين أفضل منهم وما بنراعيش نفسيتهم بنعمل فيها إيه لما ننقدهم. الحقيقة الطفل في تربيته محتاج تشجيع مع توجيه أكتر من النقد والتأنيب، لأن النقد والتأنيب ما بيبنيش شخصية، بالعكس بيكسر في الشخصية. علشان كده إذا كنت عاوز تفضل مكروه انتقد وما تشجعش. في شخصيات يسموها الشخصية المحبة للكمال، يقولوا عليها كده ما بيعجبهاش العجب. بصراحة الناس اللي عايشة معاه تعاني من شخصيته قوي، لأنه عاوز كل حاجة زي اللي في دماغه. طيب ما ربنا اداله دماغ غير دماغك، ومش بالضروري كل اللي انت عايزه يكون صح، ولا كل اللي انت عايزه احنا نقدر نعمله. فدايما يحسوا ان هم ما بيحبوش الشخصية دي لما دايما بتنتقدهم ما بتشجعهمش. التشجيع يفتح حاجات كتيرة قوي. ده رب المجد يسوع بيتكلم مع المرأة السامرية اللي بتقول كلام صعب قوي وبتقول في وضوء قال لها حسنا قلتي. شوفوا المسيح شجعها ازاي عشان تفتح قلبها، شجعها انها تسمع بقية كلامه، ولما سمعت بقية كلامه الحقيقة كسبها لملكوته. يبقى المرأة السامرية المسيح كسبها لما شجعها مش نقدها. يا ريت نتعلم من حكمة المسيح علشان نكون محبوبين، إلا إذا كنت أنا مصر فعلا أن أكون مكروها. صباح الخير.